بسم الله الرحمن الرحيم. هكلم حضراتكم عن تعديل النصاب القيمي للمحاكم بعد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون المقدم للحكومة، والذي تم مناقشته على المجلس بجلسته المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 26/6/2024. والتعديل ده ورد فيه أن تستبدل عبارة 200,000 جنيه بعبارة 100,000 جنيه بالقانون أينما وردت، وتستبدل عبارة 30,000 جنيه بعبارة 15,000 جنيه أينما ورد، وتستبدل عبارة 500,000 جنيه بعبارة 250,000 جنيه أينما وردت. وعلشان نعرف الكلام ده معناه إيه لازم نعرف ترتيب المحاكم بالقضاء العادي، لأن المحاكم بالقضاء العادي عبارة عن محاكم جزئية، محاكم ابتدائية، محاكم استئناف، محكمة النقض. والاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية قبل التعديل كان إن المحاكم الجزئية بتختص بالفصل انتهائيا في القضايا التي لا تجاوز قيمتها 15,000 جنيه، ونهائيا في القضايا التي لا تجاوز قيمتها مبلغ 100,000 جنيه. أما بعد التعديل فأصبح الاختصاص القيمي للمحاكم الجزئية هو الفصل في القضايا التي لا تجاوز قيمتها 200,000 جنيه، وانتهائيا في القضايا التي لا تجاوز قيمتها مبلغ 30,000 جنيه. وكان برضه الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية قبل التعديل هو أن المحاكم الابتدائية بتفصل في جميع القضايا التي ليست من اختصاص المحاكم الجزئية. يعني أن المحاكم الابتدائية كانت بتفصل في كل القضايا التي تجاوز قيمتها مبلغ 100,000 جنيه، وكان حكمها بيصدر انتهائيا في القضايا التي لا تجاوز قيمتها 100,000 جنيه. وبعد التعديل أصبح الاختصاص القيمي للمحاكم الابتدائية هو الفصل في جميع القضايا التي تجاوز قيمتها مبلغ 200,000 جنيه، وانتهائيا في القضايا التي لا تجاوز قيمتها مبلغ 200,000 جنيه. وبرضه التعديل ده شمل محكمة النقض، لأن محكمة النقض كان بيجوز الطعن في الأحكام اللي بتصدر من محاكم الاستئناف في جميع القضايا التي تجاوز قيمتها مبلغ 250,000 جنيه. وبعد التعديل أصبح النصاب القيمي لمحكمة النقض هو جواز الطعن في الأحكام التي تصدر من محاكم الاستئناف والتي تجاوز قيمتها مبلغ 500,000 جنيه. وهيبدأ العمل بالتعديل ده ابتداء من شهر أكتوبر عام 24. أتمنى يكون في الفيديو ده معلومة ولو بسيطة، وتحياتي لحضراتكم جميعا.